عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناتي. الناس اللي جديده معايا في القناه ندعوكم الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم ان شاء الله حندير معاكم بغرير، حنديرو بطريقه تقليديه، يعني حنعجنو بيدي. بالنسبه للمقادير عندي هنايا دقيق الرطب كيما راكم تشوفوا، عندي 4 كيسان دقيق رطب، انا عبرت بهدايا الكاس اللي راكم تشوفوا فيه، وعندي بغرفه فارينه معمره، وعندي كميه ديال الملح على حساب الكميه تاع الدقيق اللي ديروه. نخلط كامل المقادير مع بعضهم. وعندي هنايا مغرفه كبيره معمره ديال خميره ديال الخبز، وعندي مغرفه كبيره معمره ديال السكر من تحت والخميره من الفوق. نخلطهم كامل مع بعضهم ونضيفهم فوق السميد، وندير مغرفه صغيره ديال لافاني باش نحي هذيك الريحه ديال السميد. شتو الريحه تاع السميد كيفاش تجي دايره. ندير مغرفه صغيره ديال لافاني، تحبوا نتوما ما ديروش انا نحب نزيدها. نخلط كامل المقادير ودوغاتيك نبدا نضيف الماء دافي، الماء ديالي دافي ماشي بارد. نبدا نضيف الماء بالعقل ونلم في العجينه مع الاول ما نلمهاش يابسه، نلمها تلقى روحها. على بالكم العجينه تاع البغرير كيفاش تكون. نبدا نضيف ونلم في العجينه وما نلمهاش كشغلاني نقطع فيها، نلم ونقطع كما راكم تشوفوا. باش اسكو راه واضح بالنسبه لكم باسكو راني مسرعه المقطع. انايا في هاد الكميه ديال السميد تخلي 4 كيسان ديال الماء معمرين، 4 كيسان ونص ديال الماء معمرين. نبدا نضيف بالكاس ونلم في العجين ونقطع فيه بيدي كما راكم تشوفوا، ونستمر نضيف في الماء ونبقى ندلك في الدقيق ونقطع هكذايا كما راه موضح بالنسبه لكم. نقطعوا وما تنساوش تستعملوا السميد اللي تكون نوعيه تاعو مليحه، يعني ما تستعملوش سميد عيان ومن بعد تقولوا علاش البغرير ما جاناش. يفوت تستعملوا سميد شباب باش يجيكم البغرير شباب. نقعد ندلك هكذايا ونقطع بيدي كما راكم تشوفوا، نخبط بالكف تاع يدي باش نقطع كامل هذوك الحبيبات تاع العجين، راكم تحسوا بهم في يدكم. ساعات نديرو بغرير سريع، وساعات نحبو نديرو تقليدي تجي البنه ديالو سبيسيال. نزيد الماء بالتدريج حتى نشوف الدقيق جرالي. نقعد نضيف في الماء ونعجن ونقطع في السميد. راكم تشوفوا كيفاش خرج كامل الخيط ديالو. نقعد نعجن فيه ونحرحر فيه بيدي حتى وين نفتحه كامل. وفي الاخر كي نشوف يدي فشلت ويكون السميد تاعي يكون فيه العلك بزاف ونشوف باللي يدي عيات وفشلت، تقدروا تستعملوا البغاميكسر. انا هنا راح نستعمل واحد الآلة على بالي عندنا كامل في الكوزينة، راح تساعدني بالبزاف. كي شفت روحي عييت استعملتها، وبخاتيك الناس اللي ما عندهاش البغا. ونكمل ندلك ونفتح بيدي ونستمر نضيف الماء حتى وين تجرى العجينة، ونبقى نفتح بيدي ونحس بهذوك الحبيبات تحت يدي بلا ما يتفتحوا، ونعبز عليهم شغل نعبز بالكف تاع يدي ونفتح بالعقل. وانا نحس بهذاك الخيط بين صباعتي كيفاش راهو يتفتح. كما قلت لكم لازم دقيق يكون شباب يكون فيه العلك باش البغرير يجي مليح. نبقى نفتح كما راكم تشوفوا. ودوك بعد ما فتحته كامل بيدي كما راكم تشوفوا لا تكستور ديالو كيفاش تكون. دوك نجيب هذه لاشواغ مانويل كامل عندنا في الكوزينه. كي نشوف روحي عييت
نجيبها ونستعملها. وطبعا نكون فتحته الماكسيموم بيدي، ما نخليهش هكداك معلك ونديرو فلاشواغ سينو تتكسر لي من هذاك العلك. نكون فتحته ماكسيموم بيدي، يكون بقى فيه غير شويه تاع العلك، ما يكونش فيه بزاف. ونزيد نفتحه بهاد لاشواغ مانويل بالنسبه للناس اللي ما عندهمش البغا ميكسور. اما بالنسبه للناس اللي عندهم يستعملوا البغا ميكسور، انا استعملتها بالعاني باش نعطيكم فكره. نفرغ الخليط ديالي في الغيسيبيون اللي حنخليه يخمر فيه نواسي بالعقل. ونكمل نخدم دوزيام كونتيتي، نواسيش كامل على جهه، نواسي بشويه باش ما تكسرليش لاشواغ تاعي. ونواسي بالعقل ونحبس، نواسي بالعقل ونحبس حتى وين نحيلو كامل هذاك العلك اللي فيه. ونزيد نفتح العجينه تخي بيان وتولي ليس ونخليه يخمر. كيما راكم تشوفوا البغرير هنايا خمر مليح، خليته خمر نص ساعه في بلاصه دافيه. نحبط له كامل هذاك الخمر، نخلي المقله ديالي تاع الكريب تسخن ونبدا نطيبه معاكم. بقاو معايا للاخر، كملوا الفيديو. نجيب المقله ديالي نحطها على نار تكون متوسطه، ماشي قويه وماشي قليله، نار متوسطه. ندهن السنيوه ديالي بشويه ديال المارغرين، شويه ديال المارغرين ماشي بزاف. ندهنها اون فوا بوغ توت، ما نديرش كل دقيقه ندهن فيها. ونفرغ الكونتيتي ديالي، انا درت غير راف ونص. ونجيب اسيات نحطها قدامي باش شاك حبه طيب نحطها في لاسيات. ونخلي البغرير ديالي يطيب في غردو. البغرير ما يحبش نار قليله، يحب نار قويه شويه باش يتقب مليح. نزيد نطيب الحبه دوزيام. الحبه بعد ما تنحوها على النار ديروا لها شويه ديال المارغرين من الفوق، ولا تحبوا ديروا لها زيت زيتون، كل واحد على حسب الرغبه تاعو وعلى حسب افراد العائله ديالو واش يحبوا. تحبوا ديروا مارغرين، تحبوا ديروا زيت زيتون. ونخلي الحبه دوزيام ديالي طيب. وكي نجي نرفدها باش نحطها فوق اختها، ما نحطهاش على الجهه التحتانيه، نحطها على الجهه الفوقانيه باش ما تلقليش الكحوليه فوق الجهه البيضاء. ندهنها من الفوق بالمارغرين بعد ما تطيب كامل. ونحطها فوق خدها بالمقلوب. بعد ما طابت لي الحبه دوزيام وحطيتها فوق خدها بالمقلوب كما راه موضح قدامكم، كما راكم تشوفوا في لاسيات. زيد نحط الحبه تخوازيام، تزيد طيب. والنار تبقى توجور متوسطه، ما تكون قويه بزاف باش ما يتحرقليش، ما تكون قليله بزاف باسكو كي تكون قليله بزاف البغرير ما يتقبش مليح. نزيد نطيب حبه معاكم. والله يا خياتي غير يجي ما شاء الله، يجي متقب زين ويجي خفيف كيما شفتوا. ما درت له لا بيض لا ليفر شيميك، ويجي بزاف هايل. وراكم تشوفوا بعينكم كيفاش يجي متقب، وفي البنه جا بزاف بنين وخفيف. ننصحكم باش تجربوه. كما قلت لكم الى عياتيتكم استعملوا البغا ميكسر، واللي ما عندهاش البغا ميكسر تستعمل لاشواغ هذيك تاع المانويل، هذيك تانيك مليحه انا ساعدتني. هاوليك البغرير ديالي بعد ما كملته، شوفوا كيفاش يجي متقب ويجي خفيف، وما فيه لا بيض لا ليفر شيميك، غير الخميره ديال الخبز. بغرير تقليدي 100%. دلكتو بيدي كيما شفتو، نحيت له هذاك العلك، راح يجي بزاف هايل وخفيف. صح يتعب شويه ولكن النتيجه بزاف هايله.
كيما راكم تشوفوا بعينيكم. هنايا درت له شربة اللي كنت خدمتها عبر السكر وعبر ديال الماء، وخليتها على النار حتى وين عقدت مليح. ومن بعد درت كمية ديال المارغارين على حسب الرغبة ديالكم. تحبوا ديروا عسل ومارغارين ديروا، ولكن انا يعجبني بالشربات بوكو بلوس. ان شاء الله الوصفة ديالي تاع نهار اليوم تكون عجبتكم، تجربوها وتنجحوا فيها. وشنو استعملوا دقيق شباب، واستعملوا يديكم شويه، ماشي دايما نديروا البغرير هذاك الساهل، من داك نحبوا نديروا بغرير تقليدي. وصدقوني التقليدي يجي بنين بالبزاف على هذاك الساهل هذاك السريع. انا اقول لكم بقاو على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه اخرى.